اكتر حاجة رومانسية عملتيها في حياتك يعني؟ جبتي ورد مثلا؟ عملتي حفلة بتاع يعني ايه يعني؟ عملت كل ده، بس اكتر حاجه فيهم كل الحاجات الحلوه دي اتعملت في الفالنتاينز بقى والمش عارفه ايه واحنا صغيرين طبعا يعني، وانا صغيره قوي. بس اكتر موقف فيهم ممكن افتكره ان انا مثلا كان قاعد فراح، عارف انت لما حد يرفع دماغه فوق كده ويفكر ويروح قايل جمله كده، فهو عمل كده وراح قايل: انا حلم حياتي ان انا يبقى عندي كذا. فانا عملت الكذا ده بقى بعديها مثلا 3 4 ايام. يا سلام يا سلام. بس كان حاجه مش كبيره ومش صغيره يعني، حاجه عاديه يعني، حاجة في النص، متوسطة. حاجه ميديوم، يعني مش حاجه جامده أوي يعني انها عربيه يعني مثلا، فاهم؟ حاجه صغيره يعني، حاجة حاجه عاديه. ميديم. حاجه عاديه يعني، بس هو كان شخص برضو يعني قناعه جميل، فالفكره ان هو يعني كان نفسه في حاجه يعني مش يعني ايوه تتجاب، ايوه تقدر انت ايوه تجيبها. ايوه ايوه، كان نفسه في حاجة مش حاجة الحاجة الاوفر يعني. والفكره بقى انا ما ردتش عليها على الجمله دي خالص، لان انا عارفه نفسي ان انا مش هسكت عليها، هجيبها، فاهم؟ فانا ايوه، عملت نفسي اصلا ما سمعتوش وهو بيقول كده عشان تجيبها له فيتفاجئ بقى. عشان يتخض. اه. يا سلام يا سلام. يعني دي كانت احلى حاجه، وبعدين هي مش من مصر، فانا سافرت جبتها ورجعت. اصلا والله سافرتي جبتها ورجعتي؟ سافرت، ركبت طياره ورحت جبتها وجيت. طيارة؟ انا بحسبك ركبت ميكروباص ولا سوزوكي لا 800 سافرت، ولا حاجة. سافرت بره مصر يعني. لا حول الله. يعني مش سافرت جوه مصر، سافرت بره، سافرت. رومانسية البنت، طلعت رومانسية. يمكن دي سافرت اكتر بره؟ حاجه ليه افتكرتها، علشان سافرت. عشان ساعتها ما كانش معايا يعني انا دلوقتي عندي فيز معينه وباسبوري يقدر يدخلني بلاد كتير من غير حاجه، من غير فيز. لكن ساعتها بقى كنت بطلع فيزا وفاهم، من سنين ايوه كتير ايوه قوي. فساعتها بقى ايوه. سافرت، فعشان كده بقى كانت متعب، السفر كان متعب اكتر من دلوقتي يعني. فانت فاكراها عشان السفر؟ عشان ما هو ده هلاك يعني، عارف الموضوع لو كان خلص هنا ماشي، لكن سافرت ورحت ورجعت وكده يعني. المهم في الاخر يعني الحمد لله سيبنا بعض.